بعد العشاء جلست أنا وزوجتي وأولادي مرتاحين في غرفة المعيشة. نظر ابني إلي وعيناه واسعتان وسأل: بابا، لماذا تقول دائما إن الله يختار الأفضل لنا حتى لو لم نره؟ ابتسمت وأخذت نفسا وقلت: دعوني أحكي لكم قصتي يا أحبائي، ربما تفهمون كم هذا صحيح حقا. قبل أن ألتحق بالجيش كان لدي عمل صغير، كنت أعمل بمفردي وأجني مالا جيدا. كنت رئيس نفسي، حرا أفعل ما أريد. كل يوم النقود في جيبي. سألت زوجتي بلطف: فماذا حدث؟ عندما حان وقت الجيش أخبرتهم أن العمل توقف. لم يكن لدي وقت لإدارته، لم أستطع الاستمرار، كنت منزعجا، شعرت وكأن حياتي كلها توقفت مؤقتا. لكن في الجيش قررت أن أبذل القصارى جهدي. عملت بجد، يوما بعد يوم دفعت نفسي. في النهاية تمت ترقيتي. لم أغادر كجندي بسيط، غادرت كقائد. سأل ابني بفضول: هل كنت منزعجا بسبب المال؟ أومأت برأسي. نعم، في الجيش لم يكن لدي من كما كان من قبل، ولأول مرة كان علي أن أتلقى الأوامر حتى لو لم تعجبني. قالت ابنتي بهدوء: ماذا حدث عندما انتهى الأمر؟ ابتسمت. عندما انتهيت عدت إلى العمل، لكنني لم أكن نفس الشخص لو لم أمر بذلك. لما تعلمت كيف أفتح بيتا وأتحمل المسؤولية، أو حتى أعمل مع رؤساء صعبين. قالت زوجتي: سبحان الله، لقد كان تدريبا للحياة. أومأت برأسي. بالضبط، بعد ذلك بدأ أي رئيس سهلا، لم يكن أي منهم صعبا مثل ضباط الجيش. هؤلاء تعلمت الصبر، الانضباط، وكيف أكون قنوعا. سأل ابني: إذن حتى لو كان الشيء يبدو سيئا يمكن أن يكون جيدا لاحقا؟ ابتسمت. ليس كل ما يزعجك سيئا يا حبيبي. أحيانا ما يبدو خسارة هو في الواقع تدريب من الله يهيئك لشيء أكبر. لذلك تذكر، كن قنوعا بقدرك. تعلم من كل تجربة، كل خطوة صعبة تشكل القوة التي ستحتاجها غدا.